السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأتم حال. صلوا على النبي حبايب قلبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى يبقى ايه؟ روتين كامل متكامل. هتقول انا بعمل ايه دلوقتي؟ بصوا البرطمانات ديت كان جوزي جايبها لي وكده، بس انا ايه يعني كنت مش عارفه مطرحها، هو شغال في السمنه وكده، فانا بغسلها لان طبعا عندي سمنه بلدي عايزه اسيحها وايه بحطهم فيها. بس بديها تعقيمه كده جايبه بريك ماشي، اللي هو البواكي دهوت عشان بس الريحه تمشي. خلاص مشيت اهو. بديها شفه كده حلوه كده. طبعا الفيديو بتاع السمنه هنزله لكم طبعا على طول، بس اخلص بس المونتاج فيه ان شاء الله. ايه خلص المونتاج عليه كده، لانه عارفين طبعا المونتاج ده بياخد وقت، وهنزله لكم ان شاء الله بس بعد ده ماشي. عشان ايه كل فيديو لوحده. المهم انا بعيد عليه تاني اهو برضه عشان كده ايه. طبعا انا كنت عاملاه بميه سخنه عشان ايه ده كان جاي مدهن ما كانش كده. طبعا اللي عنده برطمانات ازاز عادي، لكن انا بصراحه انا والله جايباها بقالي فتره من شهر 4 قبل ما رمضان يخلص كمان، وحطها عندي في الفريزر. بس قلت بقى ايه انا عايزه اسيحها لاني كان عندي قديم قوي سمنه قديمه منها، فانا قلت ايه اخلص على القديمه الاول قبل ما اعمل الجديد كده. خلص واحد واحد كده لان هم بصراحه بقالهم كام يوم منقوعين كده. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل اكله حلوه كده، خليكم معانا الاكل الفيديو وان شاء الله ايه اكلاتنا تعجبكم. اديني بديكوا افكار ونشوف كده مع بعض يعني كل ما تحتاروش زيي يعني. ان شاء الله لو عجبتكم فكرتي في الاكل تقدروا تنفذوها. اخلص انا بقى يا حبايب قلبي البرطمانات ديت ونرجع بقى نشوف ايه غدانا النهارده هيبقى عباره عن ايه. بس خليكم معانا، واهم حاجه اللي مشتركش معانا في القناه ينورنا ويشترك، وتلاقي كلمه كده باللون الاحمر يدوس عليها يبقى كده انضم لعيلتنا. واللي مش مشترك وعجبه الفيديو ما ينساش يحطلنا لايك. بس يا حبايب قلبي ارجع لكم تاني. طبعا بقى يا حبايب قلبي انا غسلت البرطمانات وسبتهم يتصفوا ماشي. بعد ما اديتهم تعقيمه حلوه هنا بقى نشوف ايه غدانا ايه النهارده. بسم بالله كده. هنا بقى هنا حبايب قلبي طبعا انا كان عندي رز وذبحه معاكم قبل كده، مش عارفه انا صورت ولا لا، مش عارفه صورت ولا لا يا حبايب قلبي. هنا بصوا نطلع بقى ايه اني بصراحه هنعمل الرز النهارده تمام. ايه ده ايه موجي. بصوا بقى هنا كان برضو عندي ارنبه برضو اهو اطلعها بصراحه لاني عندي اللي بيحب ياكل ارانب واللي ما بيحبش ياكلها، فانا بصراحه طلعت الارانب اهو زي ما شايفين اهيت الوز تمام. ده طبعا هيتعمل لوحده وده هيتعمل لوحده. بس تعالوا بس ايه ننقعهم نقعه حلوه كده ونسيبهم يفكوا. طبعا الارانب دي بالذات انا ما بعرفش اخلطها ولا اذبحها، بوديها للراجل هو بصراحه بيعمل. شويه دقيق كده وشويه ملح شويه ملح، لو عندك زنجبيل ماشي عندك طماطمايه القعيد فيها عايزه ايه يعني عشان بس خاطر الزفار. بصوا دي الكبده بتاعت الارنب اهو. طبعا زي ما عملنا في الارنب هنعمل ايه الرز برضو اهو. ده انا عاملاه على ايدي طبعا انا مطلعه العدد اللي هياكل بس ايه رز، والارانب اللي ياكل بقى. هنقعها برضو شويه ملح كده شويه دقيق عشان خاطر بس الزفاره، ولو عندك ليمون حط.
مش عصرة ليمون يعني اهو. طبعا احط هنا كمان اهو، اسيبه بقى مع ايه نفسه كده ياخد ويدي. بصوا يا حبايب قلبي، هنا علقت على حلها لوحدها طبعا عشان اللوز ده يبقى لوحده، وهنا الارنب هيبقى لوحده. تمام. نسمي بالله كده بقى وننزل هي بصوا يعني خلاص دخلت على الغليان اهو. بسم الله. عشان طبعا ايه كل شوربه هتبقى لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام لغايه هنا كده تمام. طبعا هننزل برضو في الارنبه بتاعتنا الجميله دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بس الحله ايه تاخدها. طبعا انا السليق بحب اسلق في الحلل الزرقاء دي عشان ايه ما بتغلبنيش في الغسيل. طبعا هدي عليها عشان لما تفور ما ايه ما تدلدقليش على البوتاجاز يا حبايب قلبي. ده لوحدها وده لوحدها. نجيب بصلايه بقى ونحطها هنا وهنا. نحط بقى ايه بصلايه هنا عشان الزفاره. طبعا شوربه الارنب دي هستغلها في الملوخيه. وعندي شوربه الوز اهي. شوربه الوز دي في يوم بقى اكون عامله محشي كده واروح ايه ساقيه بالمحشي تبقى تحفه برضه. كده يكون بقى في الغدا بتاعنا الجميل ده بقى. يلا مين اللي ياكل معانا؟ اللي بيحب الارنب يكتب له، اللي بيحب الوز يكتب لي برضه يا حبايب قلبي. اسيبهم بقى لما تغلي. طبعا لو عندك طماطم حطي. انا بصراحه لسه ضرباها لان بصراحه لقيتها طلعت في التلاجة قلت لا اما استغلها بدل لما تبوظ مني. يا حبايب قلبي اسيبها بقى تغلي ونبقى نرجع تاني نشوف هنعمل. طبعا هنا بقى كان الارنب استوت. انا بختبرها بشوفها استوت ولا لا اهو. خلاص استوت وبقت زي الفل اهو زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. طبعا كنت مملحاها. وهنا الرز عامله برده قلت عشان ما اصورش معاكم ياخد وقت. وهنا دي برده داخله على السوا اهو. ماشي. نعمل بقى شويه ملوخيه حلوه كده نستغل الشوربه. بسم الله. طبعا انا مش هعمل حبه صغيره، هم حبه صغيره بس موجودين عندي بس كده. صغيره على قد الايه شويه الملوخيه اللي احنا هنعملهم. بسم الله. طبعا الشوربه بتاعت الارنب بتبقى مسكره قوي في الملوخيه. شايفين كده. نشيل ده بقى دلوقتي. طبعا ما ايه متاخدوش في بالكم البوتاجاز واللي ايه واللي عليه ده كله هيدرس. بس نخلص اكلنا بس كده نفضي مواعيننا ونقعد ناكل. طبعا انا حاطه هنا حته سمنه وثوم مهروس. طبعا الثوم ده كان عندي في الفريزر. بصوا ما شاء الله لونه جميل ازاي ده ما هو اكنه لسه فريش يعني. ده مخزناه من السنه اللي فاتت. طبعا حاطين شويه كزبره ناشفه. شوفوا بقى احلى طشه النهارده. طبعا الاكل كله دسم فمش هينفع ان انا احمر بقى الوز. بس هشوف لو عايزين نحمر هحمر ولا نشوفهم كده حبايبي. والله ريحتها جميله من قبل ما احطها. هعلي بس لان انا كنت موصيه عليها. مش شايفين كده. خلاص هطفي عليها بقى. حلو قوي كده.
طبعا هنا الملوخية طافية عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، ناخد بقى ايه شوية كده نحطهم هنا. بسم الله. بس خلاص كده حبايب قلبي خلصنا عشانه. كان معانا الملوخية طبعا بقى، انا هاخد بس لما نطلع للطور الاول. والرز معانا اهو، وهنا الرز خلص خلاص. القرارب بقى انا هحمرها عشان ايه ولادي بصراحة اول مرة ياكلوه عشان ما يقرفوش. وقت هنا حبايب قلبي اكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب لو كان الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مع السلامة حبايب قلبي.